السلام عليكم. اليوم غنشوفوا طريقة تحضير حلوى سهلة وسريعة رائعة بمكونات بسيطة جدا، كنحضروها فقط بالملعقة وبدون فرن. فإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. غادي نحتاج كمكونات لهذه الوصفة. عندي 130 غرام من الدقيق او ما يعادل كأس وربع بالعبار ديال كأس الشاي او كأس العنبة. عندي 8 غرامات من خميرة الحلويات او البيكينغ باودر او ما يعادل كيس واحد. عندي كيس واحد من السكر فانيلا من وزن 7 غرامات وممكن تعوضوها كذلك بالفانيلا السائلة. 3 ملاعق كبيرة من الزيت، وعندي هنايا ملعقة كبيرة من السكر الخشن او السكر حبيبات، ملعقتان كبيرتان من الماء، ماء عادي، بيضة كاملة، القليل من الملح، وهنايا عندي 110 غرام من الحليب المجفف او الحليب غبرة او ما يعادل كأس عنبة ممتلئ جيدا. نبداو بسم الله في تحضير هذه الوصفة. هذه وصفة سهلة جدا. غادي ناخذ هنايا اناء وغادي نحط فيه هنايا صفايه، نحاول نوضع هذا الحليب المجفف، نضيف ليه الدقيق. بالنسبه للحليب المجفف انا استعملت هذه النوعيه هذه، كيكون الوزن ديالو 60 غرام. استعملت منهم 2 اكياس، لكن الكيس الثاني ما كنكملوش اولا ما كنستعملوش كله. هنايا كما كتلاحظوا الكيس الثاني خليت فيه تقريبا هنايا ملعقه كبيره غير ممتلئه تقريبا من الحليب المجفف باش نتحصلوا على 110 غرام. غادي نحاول نغربل مزيان هاد المكونات هذه. غادي نضيف هنايا نسيت الخميره الكيميائيه او البيكينغ باودر، ثم نضيف رشه ملح صغيره ونغربل مزيان هاد المكونات باش نتخلصوا من الحبيبات اللي كتكون في الخميره كذلك في الدقيق. نخلطوا هاد المكونات الجافه مزيان باش يندمجوا مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. ثم غادي ناخذ هنايا اناء اللي هو صغير وغادي نوضع فيه بسم الله اولا البيضه، بيضه كامله، نحاول نخفقها شويه بهذا الشكل هذا. نضيف ليها سكر فانيلا، نضيف هنايا ملعقتان كبيرتان من الماء. هنايا بالنسبه للماء اللي ضفت راه ماء عادي بارد. غادي نضيف هنايا 3 ملاعق كبيره من الزيت، زيت نباتيه زيت المائده، ونضيف هنايا السكر كما كتلاحظوا ملعقه كبيره ممتلئه جيدا. غادي نحاول نخلط مزيان هاد المكونات هذه كلها مع بعضياتها، السكر الزيت الماء الخميره الفانيلا. بهذا الشكل هذا ناخذ هذا الخليط هذا اللي كنا حضرنا في الاول ديال الدقيق مع الحليب الغبره او الحليب المجفف، نوضع فيه هذا الخليط هذا اللي حضرنا ديال البيض مع العناصر الاخرى. ثم غادي نحاول نخلط فقط بالملعقه، نخلطوا مزيان هذه المكونات كلها، نخلطوا من الاسفل مزيان حتى كنتحصلوا على عجينه اللي كتكون بهذا الشكل هذا. نحاولوا نهبطوا هادشي اللي كيكون في الجوانب بهذا الشكل هذا. فقط ملاحظه مهمه، الا خلطتوا الخليط وشفتوه بانه ناشف ما جاكمش بهذا القوام هذا، ضيفوا القليل من الماء او القليل من الزيت حتى تحصلوا على قوام اللي كيكون بهذا الشكل هذا، لان بطبيعه الحال الدقيق او نوعيه الدقيق كتختلف. خلط مزيان، ضروري انكم تخلطوها مزيان. انا كما كتلاحظوا استعملت كميه اللي هي صغيره في المقادير، وممكن تضاعفوا المقادير الا كنتوا عائله كبيره بطبيعه الحال. خلط مزيان بهذا الشكل هذا، خلطته مزيان كما كتلاحظوا، يعني كيولي عجينه ملساء
بهذا الشكل هذا. غادي نغطي هذا الخليط هذا اولا هذه العجينه اللي حضرت، وغادي نخليها ترتاح مده 5 دقائق فقط، الوقت تقريبا اللي غادي تسخن فيه الزيت. كما لاحظتوا بان العجينه اللي حضرنا فيها فقط ملعقه كبيره من السكر، لهذا غادي نستعملوا العسل باش نعسلوا هذه الحلوه هذه. هنايا خديت عسل اللي هو عادي، العسل العادي ماشي شي نوعيه اللي هي جيده، عسل عادي. غادي نزيد نضيف ليه القليل من الماء، نحاول نخلطو مزيان. هنايا بالنسبه للماء اللي ضفتو ماء مغلى، الا ضفتو ماء بارد حاولوا انكم توضعوا الخليط فوق النار مع التحريك حتى يندمج لكم الماء والعسل. وهنايا الغايه من اضافه الماء باش نتحصلوا على عسل اللي يكون خفيف ما يكونش ثقيل بزاف، او ممكن تستعملوا القطر كذلك. وهنايا بعد ما ارتاحت هاد العجينه تقريبا 5 دقائق غادي نبدا بالتشكيل، تشكيل الحلوه بهذا الشكل هذا. غادي نوضع منها كرات، نتوما تحكموا في الحجم كبار اولا صغار. هنا غادي نحضرهم شويه صغار يكونوا بهذا الشكل هذا. هاد الحلوه هذه كتجي لذيذه بزاف بالحليب المجفف او حليب غبره، وهي في الاصل هذه حلوه هنديه مشهوره والاسم ديالها هو جلاب جامون. وبالنسبه لنوعيه الحليب المجفف اللي حضرت به انا الوصفه، ما تقيدوش بالنوعيه اللي استعملت انا، ممكن تستعملوا اي نوعيه اخرى متوفره عندكم. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه كلها ديال العجين، ونبداو في مرحله القلي. هنايا كما ذكرت كنوضع زيت في مقلاة، وهنايا بالنسبه للزيت ما خصهاش تكون سخونه، تكون فقط دافئه، ونوضعوا فيها هاد الكريات هادو. كما كتلاحظوا الزيت راه ما سخوناش بزاف، غير شويه، باش هاد الكرات هادو كيتقلاو على خاطرهم وكيتقلاو لينا من الداخل. حط الكميه هنايا، غادي نقسم الكميه على جوج، وضعت النصف هنايا في المقلاة والنصف غادي نخليه حتى نقليه المره الثانيه. وغادي نخلي هاد الكريات هادو يتقلاو في نار كما ذكرت اللي هي متوسطه الى هادئه، ما نخليوش الزيت حتى تسخن بزاف حتى كياخذوا لنا لون ذهبي فاتح. وهنايا كما كتلاحظوا الكرات كياخذوا لون ذهبي، وكنستمروا دائما في التقليب. ملي كيشدوا راسهم ما كيكونوش عجينه في الاول بطبيعه الحال، حتى كيشدوا شويه راسهم بهذا الشكل هذا كنبداو نحركوا فيهم حتى كياخذوا لون ذهبي بهذا الشكل هذا، وكناخذوهم مباشره وكنوضعوهم في العسل اللي حضرنا من قبل. وكما كتلاحظوا راه ما كيتحلوش نهائيا في مرحله القلي وما كيتشربوش الزيت. غادي تشوفوا معايا الشكل ديالهم كذلك في نهايه الفيديو. غادي نحاول نقلب مزيان هاد الحلوه في العسل باش تشرب العسل مزيان، فقط بهذه الطريقه هذه نقلبو مزيان. غادي نزيد نوضع الكميه المتبقيه عندي من هاد الكرات هادو. وكما كتلاحظوا هنايا الزيت راها كتكون يعني ماشي سخونه بزاف، نوريكم حتى هنايا البوطه كما كتلاحظوا راها على نار ضعيفه باش كيطيبوا لينا مزيان وكيتحمروا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال حلوى جلاب جامون الهنديه اللي حضرت معكم اليوم. غادي نوريكم بطبيعه الحال الشكل ديالها كيفاش كيكون من الداخل. غادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل، كتجي بحال البونج وراها ما كتشربش نهائيا الزيت من الداخل، كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف ولذيذه. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف، وكنتمنى فعلا تجربوها وتبعتوا لي تطبيقات هاد الوصفات على الصفحه ديالي في الفيسبوك. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.